لو بتحب تلف في شوارع القاهرة وتشوفها بعين مختلفة، يبقى لازم تكمل الجولة دي للنهاية. اعمل لايك للفيديو عشان يوصل للناس أكتر، واشترك في القناة عشان تشوف كل جولاتنا اللي جاية. النهاردة جولتنا في واحدة من أهم وأشهر شوارع مدينة نصر، شارع مكرم عبيد. شارع بيجمع بين الزحمة والحيوية والحياة وبين الماضي والحاضر في نفس الوقت. بداية شارع مكرم عبيد من ناحية طريق النصر، وأول حاجة بتقابلك على الشمال وإحنا داخلين من مدخل الشارع مول سيتي لايت الإداري، وده من المعالم اللي بتميز مدخل الشارع على الناصية. وبعد ما بتدخل بثواني بيظهر على شمالك كمان مول سيتي سنتر، واحد من أقدم وأشهر المولات في المنطقة اللي بيخدم ناس كتير من سكان المدينة والمناطق اللي حواليها. بعد شوية على اليمين بيجي تفرع شارع حافظ رمضان، وانت مكمل برضه في الشارع هتشوف محلات الموبيليا والديكور على الجنبين، والشارع مشهور جدا بالمحلات دي، وفي أكبر وأشهر معارض الأثاث في مصر. بيجي على يميننا في تفرع لشارع مهم جدا بيربط مكرم عبيد بعدة مناطق تانية في قلب مدينة نصر، اسمه شارع الدكتور حسان إبراهيم. وبعديه بيجي على يميننا في بنزينة مميزة جدا في الشارع، والبنزينة الوحيدة تقريبا في الشارع كله. وعلى شمالنا بنلاقي مسجد الإيمان، وده علامة مميزة جدا ومن المعالم المشهورة جدا في شارع مكرم عبيد. نيجي دلوقتي لواحد من أهم التقاطعات في الجولة، تقاطع شارع مكرم عبيد مع شارع عبد الرازق السنهوري. تقاطع معروف جدا، وفي الكوبري بيسهل الحركة في المنطقة. وشارع عبد الرازق السنهوري بيربط في تقاطعاته شارع أحمد فخري موازي لشارع مكرم عبيد وشارع عباس العقاد التجاري وموازي برضه لمكرم عبيد. بعد ما نعدي التقاطع نكمل شوية على اليمين في تفرع لشارع اسمه الفريق أول علي عامر. بنلاقي بعده على طول على الشمال في الجهة المقابلة واحدة من أهم العلامات في مدينة نصر وعلامات شارع مكرم عبيد، وهو حديقة الطفل، واللي فيها مكتبة الطفل الهامة جدا والمشهورة في حي مدينة نصر. مساحة خضراء كبيرة جدا وبتعتبر متنفس المنطقة كلها، وحواليها كافيهات ومطاعم جديدة اتعملت في السنين الأخيرة بتديها المكان روح مختلفة عن أي وقت فات. وهنلاقي على اليمين مصلحة الضرايب المصرية ومحلات ديكور وموبيليا اللي بتميز الشارع ده تجاريا. وقدام شوية على اليمين واحنا مستمرين في السير في شارع مكرم عبيد هنلاقي تفرع لشارع مهم اسمه شارع صقلية، وعلى نصيته معرض للأدوات الصحية والديكور مشهور جدا في المنطقة اسمه السلاب. بعديه بعد ما ندخل من شارع في تفرع السلاب أو مدخل اللي على نصيته محل السلاب هنلاقي شارع اسمه كابول، وده شارع معروف جدا جدا في المنطقة هنا وفي مدينة نصر، ومن الشوارع المتفرعة أو نقدر نقول الموازية لمكرم عبيد. وده بيعتبر خليط ما بين مكاتب الشغل والسكن ومراكز الخدمات، وده اللي بيخلي مكرم عبيد بكل تفرعاته شارع متكامل بمعنى الكلمة. مع الاستمرار شوية بنوصل لتقاطع مهم جدا واللي بيجمع شارع مكرم عبيد مع شارع ومحور مصطفى النحاس، وهو كوبري مصطفى النحاس هناك مع المحور الطويل المعروف هناك اسمه مصطفى النحاس زي ما ذكرنا. والتقاطع ده فيه أكتر من نقاط حيوية في مدينة نصر وعلامات مميزة جدا في الشارع أو في حي مدينة نصر في المحور الهام ده. بعد التقاطع ده بنلاقي امتداد لشارع مكرم عبيد بيتغير بابتداء من النقطة دي عند كوبري مصطفى النحاس مع تقاطع مكرم عبيد. بيتغير اسم الشارع هنا بيبقى اسمه شارع امتداد مكرم عبيد أو شارع سمير عبد الرؤوف. ومكملين برضو في نفس الاتجاه لنهاية شارع مكرم عبيد، وفي جولتنا في الشارع المهم والحيوي في مدينة نصر. وزي ما احنا شايفين على اليمين في خليط ما بين المطاعم والمحلات الموبيليا ومحلات مستلزمات الأطفال ومحلات الديكور ومحلات مشهورة ومعارض ومراكز تجارية. كده وصلنا لنهاية الشارع ونلف بعد كده ونكمل جولتنا في شارع مكرم عبيد. على اليمين هنا هنلاقي بنك القاهرة، وده فرع البنك مشهور جدا ومعروف هنا في الشارع ومن العلامات المميزة هنا جدا. بعديها هنلاقي شركة إيجيكو، وبعديها شركة أو هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وبعدها على طول هنلاقي مركز تجاري جديد مستحدث. بنلاقي برضو على ناصيته في مدخل شارع اسمه
عطية الصوالحي اللي بيبقى فيه مول تكنولوجي مول المشهور جدا بأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وكل ما له علاقة بالأجهزة التكنولوجية وعلاقتها بالكمبيوتر. بعديه على اليمين لو دخلنا برضو في الشارع بيبقى في علامة مميزة جدا، أبراج السيارات مول، وده مول مشهور جدا جدا في المنطقة هنا ومهم جدا في منطقة مدينة نصر. مستمرين في جولتنا واحنا راجعين في اتجاه شارع طريق النصر في أول مكرم عبيد. وانت راجع في نفس الاتجاه هتقابل مرة تانية كوبري تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع مكرم عبيد، وزي ما هو باين يمين وشمال كتير من المحلات التجارية متنوعة والمطاعم المشهورة والمحلات الخاصة بالديكور والموبيليا زي ما ذكرنا وتجهيز البيت، لمحلات الملابس ومستلزمات الأطفال وغيره كتير وكتير من مطاعم وصيدليات وأماكن مهمة جدا ومحلات تجارية في شارع مكرم عبيد. يجي على يميننا برضو تفرع لشارع مهم جدا اسمه شارع الشيخ أحمد الصاوي، ده شارع مهم جدا من الشوارع المميزة هنا أو المعروفة والمشهورة في تفرعات شارع مكرم عبيد. مستمرين في جولتنا في شارع مكرم عبيد وعلى يميننا في مدخل لتفرع لشارع اسمه معز الدولة، وده شارع مهم جدا من الشوارع برضو المشهورة والمعروفة في تفرعات شارع مكرم عبيد. وعلى يميننا بعديه شارع أبو داوود الظاهري، وادي على يميننا برضو شايفين سور حديقة الطفل والمحلات المستحدثة اللي مبنية حديثا ومن خطة التطوير في مدينة نصر وتطوير الحديقة إن احنا نتعمل فيها المحلات والكافيهات والمطاعم على أطراف الحديقة. يجي على يميننا برضو نرجع تاني تقاطع كوبري عبد الرازق السنهوري مع شارع مكرم عبيد اللي احنا زي ما قلنا بياخد الحركة من شارع أحمد فخري الموازي لشارع مكرم عبيد، ياخد الحركة لاتجاه شارع البطراوي واتجاه شارع عباس العقاد عن يمينا مول المشهور في منطقة مدينة نصر من تفرع عباس العقاد. مع استمرار السير في جولتنا هنلاقي على يميننا بعد الكوبري على طول المقر التابع للجامعة العربية المفتوحة وبجواره هيئة الهلال الأحمر أو المركز العام للهلال الأحمر، وجنبهم مكتب كمان منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، كلها أماكن معروفة ومشهورة جدا هنا في شارع مكرم عبيد. مع استمرار السير نعدي تاني على تفرع لشارع حافظ رمضان اللي بيوجه الحركة إلى شارع أحمد فخري، وبعده مباشرة على اليمين زي ما احنا شايفين في الجولة بتاعتنا مول سيت سنتر اللي بدأنا من عنده، وبكده تكون جولتنا خلصت في شارع هام من شوارع القاهرة وحي من أهم الأحياء وهو حي مدينة نصر. شارع مكرم عبيد مش مجرد طريق بنعدي منه، ده شارع بيحكي حكاية هامة من حكايات مدينة نصر كلها، كل مبنى فيه ليه قصة وكل زاوية فيها روح. لو الجولة دي عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وقول لي في الكومنتات تحب الجولة الجاية تبقى في أنهي شارع من شوارع القاهرة.